السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة المتواضعة يوميات ست اخوات. ورجعنا تاني وللحر تاني، ورجعنا نصور الشواطئ بتاعت اسكندرية تاني. احنا دلوقتي فين؟ احنا دلوقتي على شاطئ أبو قير. لو انت من خارج اسكندرية هتركب تنزل محطة مصر. لو جاي بالقطر اركب مشاريع اللي بتودي على أبو قير، في نص ساعة تكون في أبو قير. جاي بالعربية هتنزل الموقف، هتركب عربيات برضو أبو قير، نص ساعة برضو هتبقى في قلب أبو قير. لأن محور المحمودية وفر المسافة وخلاها بسرعة توصل لأبو قير. أما لو كنت جايبة عربيتك بقى أو رحلة ومعاكم أتوبيس، فهنا مكان لركن العربيات واطمن خالص. الدنيا بقت واسعة أوي أوي أوي، وتكفي من العربيات 1000. احنا هنا في شاطئ أبو قير، اللي هو المنطقة اللي انتوا شايفينها اللي تحت رجلينا دي، كل ده كان بحر واتردم، وأنا كنت موريه لكم قبل كده. منطقة أبو قير هي شرق اسكندرية، يعني هي على الحدود تعتبر على حدود اسكندرية، بعدين على طول في محافظة البحيرة. اللي من بعيد ديت مدينة أبو قير الجديدة، إن شاء الله هتبقى مدينة سياحية كبيرة في قلب البحر، وإن شاء الله نبقوا نخش ونصوروا فيه. هنا بقى الشواطئ بيستعدوا طبعا للموسم بتاعهم، كل سنة وانتم طيبين. اللي عايز برضو يتمشى ويشم هوا كده يجي، هما لسه ما بيوضبهم وبس. طبعا في أعداد جميلة، وفي بالمشاريب، وفي شماسي، وكل حاجة اللي انت عايزه، ونزول في البحر وكل حاجة. هنا كنت مصورة لكم من شهرين لما كانوا فاحتين وكانوا بيعملوا البنية التحتية. ده المكان اللي هو كانوا مفحتينه بطول الشريط بتاع البحر، يعني الشط يعني. هنا هو بيستعدوا للموسم الجديد. الدنيا كانت حر قوي، رغم ان كنا خلاص قربنا على المغرب، والشمس من كتر الحر مش باين لها لون ازاي. المفروض يبقى فيه الوان بقى، احمر واصفر وحاجات كده، ما فيش اي تأثيرات، لان كان نسبة التراب كانت عالية قوي، لان رياح الخمسين انتوا عارفين، كل سنة وانتم طيبين، احنا في فصل الربيع المشهور برياح الخمسين عندنا. هنا لو عايز سكن برضو، العمارات ديت فيها شقق للإيجار، زي ما انت عايز، يوم يومين اسبوع شهر اللي انت عايزه. هتنزل على طول منك للبحر على طول، وتسهر على البحر لحد ما تطلع بقى شقتك. هنا الممشى دوت برضو جميل جدا، لو عايز تقعد تصطاد، عايز تتمشى عليه كده، بيودي كده لمسافة بعيدة جوه البحر. اللي عايز يصطاد بقى وبيحب يصطاد بيجي المكان دوت ويصطاد. هنا مدينة أبو قير هي من بعيد ديت باينة اهي، وعاملين ممشى سياحي أو ممشى يعني في قلب البحر. إن شاء الله لما تكمل هتبقى حاجة عظمة خالص يعني. كل اللي تعرفه عن أبو قير زمان وانت صغير، وكنت بتيجي ابو قير وبحر ابو قير والبحر الميت وبراديس ومش عارف ايه، كل ده خلاص امسحه بقى. دي هتبقى في الذكريات في التاريخ. انت اللي تثبته في دماغك بس موقعة ابو قير البحرية اللي كانت بين الانجليز والفرنسيين. لكن ابو قير المدينة اللي هي كانت فيها بحر ميت وبحر مش عارف ايه، لا 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 لا، خلاص خلاص خلاص، كل ده انتهى. بحر جميل ازاي وهادي، كان حصيرة هادي جدا، ما فيش موج، لان الدنيا ما كانش فيه هوا يوميها، اليوم ما صورت يعني كانت الدنيا حر جدا. لكن الناس طلعت تتمشى وتقعد على البحر، ورغم ان احنا لسه مش وقت نزول للبحر، لكن في ناس نزلت يعني. الشمس بصوا في الغروب بتبقى ليها ألوان، لكن التراب مداريها خالص، مأثر عليها يعني وعلى ألوانها.
ما شاء الله هتقعد هتتبسط جدا في منطقة أبو قير. دي منطقة هادية، المطاعم هتبقى حواليك ومطاعم شهيرة جدا، وهتصطاد يعني هتصطاد. بص السمك هو اللي بينده على اللي عايز يصطاد اهو. السمك باين ازاي، المية رايقة خالص وجميلة، مية رايقة وهادية وجميلة. سهرة جميلة قوي لو انت هتقعد في ابو قير، هتبقى سهرة جميلة قوي انت واولادك واسرتك يعني. عايز تقعد على البحر بره ايه الشماسي ومن غير ما تنزل يعني الشط، ممكن تقعد. لكن قدام الناحية التانية كده دي النزول بقى قدام شوية مكان ما احنا كنا جايين. عايز تنزل بقى في شط كبير جدا، عايز تقعد زي الناس دي كده هوت ما هي قاعدة. بيجوا بقى ساعة ما الغروب بتاع الشمس كده بيجوا يبدأوا يقعدوا في الطراوة ويتجمعوا يعني. اللي هنا هيبقى فيه ممشى هيوصل لحد منطقة المعمورة إن شاء الله، أو منطقة تصن بإذن الله، يدخلك على أبو قير على طول، منطقة أبو قير. بس لسه إن شاء الله المنطقة كلها تحت الإنشاء، وإن شاء الله الشارع الواسع دهوت هيحددوا فيه الشاطئ بإذن الله، زي المنتزه والمنظرة والكورنيش يعني بتاعنا اللي هو على البحر. هيعملوا طريق هنا وهيسفلتوه. بص هنا عملوا البنية التحتية وزي ما انتم شايفين، الله يعينهم يا رب. في كل حتة في حاجات جميلة ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يبعد عننا العين يا رب، ربنا يبعد عننا كل مؤذي. اهو الطريق ده هو هيبقى ان شاء الله مصيره هيتسفلت، وهيبقى طريقين زيه بالظبط زي طريق البحر اللي انتوا بتروحوا المنتزه والمنظره والحتت دي اللي على البحر. هيبقى طريق يودي على المدينة الجديدة بتاعت أبو قير، وهيجيبك من المعمورة أو هيجيبك من تصن. وإن شاء الله هوريكم الكوبري اللي هو بيبدأ دلوقتي بيعملوه إن شاء الله. هنعرفكم المكان بتاعه، أو البنية التحتية عملوها اهيت ولسه بيعملهم. الله يعينهم ويقويهم ويكمل على خير بإذن الله، ونفرحوا كلنا بإذن الله بمدينة أبو قير الجديد. والمترو طبعا انتوا عارفين المترو هيبدأ من أبو قير إن شاء الله في 26 هيبدأ التشغيل بتاعه بإذن الله. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.